تعالوا بقى النهارده نعمل احلى مخلل اللفت ممكن تاكله. ولونه بصوا الميه بتاعته كلها لون واحد، لان في ناس بتقطع البنجر كده وتحطه من فوق بعد ما تخلص اللفت، فتلاقي واحده بيضه وواحده لونها بامبا. لا، احنا هنا هنعمل طريقه حلوه قوي هتخلي لك اللفت كله لون واحد. انا هنا جبت اللفت بتاعي وغسلته، اهم حاجه نغسله غسله نظيفه وما نقشرش اللي هو اللون الموف اللي بيبقى عليه من بره ده، يعني نخليه زي ما هو، هي الحته اللي فوق دي بس اللي بتبقى فيها الطينه بتاعت الزرع. هنغسله كده غسله نظيفه. اهم حاجه في الغسيل نغسله كويس قوي. افضلي فاتحه عليه الميه كده طول ما انت بتغسليه، مش هياخد معاكي وقت. وانا هنا عند ما بغسل اللفت انا حطيت ميه تغلي عشان اسيبها تبرد خالص. دي اول خطوه تعمليها، اي مخلل حطي الميه الاول تغلي قبل ما تبداي فيه، وبعد كده سيبيها لما تبرد خالص. انا هنا بقشر الحته اللي فوق بس، ولو في اي حاجه برضو طينه او اي حاجه في الحته اللي تحت دي بشيلها بالسكينه. هو لسه طالع اصلا وجميل، مفهوش لفت شايخ ولا اي حاجه. يعني ده احسن وقت اصلا نخلل فيه اللفت. ولو عايزاه يقعد معاكي فتره طويله حطي اللفتايه زي ما هي صحيحه، ما تقطعيهوش. وبعدين هاتوا اللفتايه تكون وسط يا اما تكون صغيره، بلاش اللفتايه اللي هي الكبيره قوي دي بتبقى شايخه من جوه. هنا بقى هقطعه، قطعي بقى التقطيعه اللي انت تحبيها. انا عن نفسي يعني بحب اقطعه صغير. هنقطع الكميه كلها مع بعض. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. في ناس بتقول لو قطعناه صغير بيتهري معانا مع الوقت، لا، هو مكون بنحطه على طول خلاص، اعتمدناه في كل الفيديوهات بتاعتي. معلقه سكر مع الميه اللي بنخلل بيها ما بتخليش اي مخلل معايا يتهري خالص. هنا قطعناه كله وبنغسله تاني. اهم حاجه ايه، اتك عليه في الغسيل شويه. اهو غسلناه بقى زي الفل اهو. هنا بقى في المرحله دي هرش عليه 3 معالق ملح كبار واسيبه حوالي ساعتين. ليه بقى؟ عشان اللفت على طول دايما بيبقى ليه ريحه، وريحه مش حلوه، فايه اللي هيخليه ينزل لي الريحه اللي فيه دي كلها؟ هنرش هو في المصفى دلوقتي، ما تحطوش بطبق، حطيه في مصفى ورش عليه شويه ملح كده كتير وقلبيه كله بقلب الملح وسيبيه حوالي ساعتين، هما ساعتين بس، هتلاقيه هينزل كل الميه اللي هي بتبقى فيها الريحه دي. اهو انا هنا اهو سبته ساعتين. بصوا بقى الميه اللي نزلت منه. الملح بقى ما بيخليش فيه ريحه خالص لما بنعمل الخطوه دي. هنا بقى الميه اللي انا ايه غليتها وبردتها اهي. وبرده البنجرايه ما تقطعيهاش وتحطيها حتت صحيحه، لا، ابشريها بالمبشره او اعمليها في الكبه وتروحي حطها في الميه دي، هتخلي لون اللفت كله واحد. انا هنا الميه عندي لسه دافيه اهي. هنضيف الملح بتاعنا وهنضيف شويه كزبره وشويه خل وشويه شطه. اهو انا هنا بشرت البنجرايه كده. انت بقى على حسب كميه اللفت، انا جبت واحده صغيره لان انا ايه يا دوب جايبه كميه قليله. الطريقه دي بقى بتخلي لك لون الميه مع اللفت جميله قوي. هنا انا ضفت كزبره ونظبط الملح بتاعنا.
حطيت الملح وحطيت الكزبرة، ونقلب كده لحد ما الملح يدوب معانا. الناس بقى اللي بتحبه حراق تحط شوية شطة. هنا انا جايه غاسله البطرمان بتاعي اهو، ومعقماه بخل برضو. دي خطوه ما بتخليش حاجه تعمل معاكي ريم او ان هي تبوظ منك، واحسن حاجه بصراحه للتخليل هي البطرمانات الازاز. هنا هضيف اللفت بتاعي اهو بعد ما اتصفى خالص. انا والله جربت كذا طريقه، بس بصراحه دي احسن طريقه. بقالي كذا سنه بعملها، ولا بيتهري ولا بيجراله اي حاجه، وطعمه جميل. وهو يا دوب ال3 كيلو طلع على قد البطرمان. وما تفتحيش عليه خالص غير بعد اسبوع. في ناس بتستعجل، لو فتحتي عليه قبل ما يستوي بيسود. يعني دي من الاسباب اللي بتخلي اللفت معاكي يسود. هنا بقى انا الميه عندي بردت خالص اهي. هبتدي اضيف الميه بتاعتي. بصوا مجرد ما هنحطها اصلا، بصوا شكلها هيبقى في منتهى الجميل. البنجر اصلا بعد ما بشرناه بصوا وحطيناه في الميه السخنه بقى لونه بينك خالص اهو. طلع كل اللون اللي فيه في قلب الميه. هنا بقى انا عامله 3 فصوص توم كده، هنقطعهم حلقات ونحطهم من فوق. والميه بتاعتنا برضو حطينا لها ربع كوبايه خل. جربوا الطريقه دي وقولوا له ايه رايكم، وبحب اسمع تعليقاتكم دايما. ويا رب تكون فيديوهاتي بيعجبكم. اهو ده بعد ما خلصناها، وبرضو لما هنيجي نفتحه هنفتحه مع بعض. بص اللون في منتهى الجمال.